السلام عليكم. احنا سبب 30/6، احنا سبب الثورة دي. طلعناها عشان نحافظ على بيوتنا ونحافظ على مستوانا ونحافظ على أرضنا ونحافظ على كل حاجة. بعد العمر ده اكتشفنا ان احنا محافظناش على حاجة وما كانش لها لازمة الثورة دي اصلا. فاحنا يعني بعد اذنكم مش عايزين نحتفل بقى ب30/6 تاني، دي اخر سنة نحتفل بيها، لان الدولار اللي بقى بحاجة و50 وبطاقات التموين اللي انتوا شلتوا الناس كلها منها، قال اللي مدخل ولاده مدرسة خاصة ده يتشال من التموين، طب عنده عربية يتشال من التموين، طب ساكن في حتة كويسة شوية يتشال من التموين، كل حاجة تتشال كده والراجل بقى يعيش مع نفسه. غلتوا علينا المحروقات كلها، هيجيبوا بقى اللجنة تاني اللي هي بتاعت التسعير المحروقات، وقال لك بقى هي حاجة من 3، لا هيزودوا المحروقات او هيثبتوا السعر او هيقللوا السعر. طبعا هما لا بيثبتوا ولا هيقللوا، هما هيعلوها تاني، وعلوا علينا الكهرباء وعلوا علينا الغاز وعلوا علينا كل حاجة، وجابوا اللاجئين قعدوهم في مصر اكتر من 11 مليون، ويلا بقى ايه يقعدوا معانا، بياخدوا بقى من اكلنا وشربنا وسكننا وغلوا الدنيا علينا وقعدوا وقالوا ايه اصل دول ضيوف مصر. احنا عارفين نعيش عشان نعيش الضيوف؟ ماشي، دي من انجازات 30/6. فاحنا بقى كفايه انجازات وكفايه بقى مرمطه، احنا لا هنحتفل ب30/6 ولا عايزين 30/6، وعايزين ننسى الخيبه اللي احنا عملناها دي. وما تقولوش 30/6 دي اراده شعب، مش اراده شعب. احنا ما كناش عايزين بنعمل الثوره دي عشان يبقى الاسعار بالطريقه ديت وتشيلوا الناس من التموين يعني انا ما اعرفش ايه ده، والنهايه امتى ما تفهمش. هنخلص امتى من الكابوس ده؟ مش ملهاش نهايه. قال لك عشان الدنيا والحرب، ومش الحرب ولا الحرب وقفت والدنيا وقفت واحنا زي ما احنا. الاسعار علت علينا، الدنيا علت علينا ولسه هتعلى تاني. احنا تحتفلوا ايه بقى؟ بلاش 30/6 تاني، واخر مرة نحتفل ب30/6. عملتوا قانون عشان تطلعونا من بيوتنا، طلعوا الشعب المصري من بيته، لكن اللاجئ قاعد، عشان اللاجئ دوت انتوا بتاخدوا عليه فلوس، والمستثمر جاي بشنط الدولارات فانتوا بتاخدوها برضو، والاجانب بيجوا طلعت لهم قانون يشتروا العقارات، اصل تصدير العقار، اشتروا بقى العقارات اللي انتوا عايزينها كلها، مصر بتاعتكم. لكن المصري مش عارف يعيش فيها. مصر هتطلعه من بيته مغلي عليه الكهرباء والغاز انت معلي عليه كل حاجه، فالمصري مش عارف يعيش في البلد دي. فانتوا جيبوا بقى الاجانب وجيبوا المستثمرين وجيبوا بقى اللاجئين يعيشوا هم فيه. احنا ملناش مكان في بلده، المصري ملوش مكان في بلده. دي انجازات 30/6. يا رب بقى ننسى اليوم ده، ما عدناش نحتفل بيه ولا عدنا نقول إرادة شعب ولا إرادة بتاع. دي مش إرادة شعب. الشعب ما طلعش عشان يبقى ده مستواه في الآخر، يطلع من بيته والدنيا تغلى عليه ويتشال كمان من بطاقة التموين، وعلوا كمان التيكت بتاع القطارات. ده كله عشان يعني ايه؟ زودوا المعاشات 15%. قبل ما الراجل يقبض اما معليين عليه كل الحاجات اللي بقولك عليها دي. لجنة التسعير طبعا هتعلي المحروقات تاني. بل هما كانوا قايلين لو الحرب وقفت هيشيلوا 3 جنيه. طبعا ده ما حصلش ومش هيحصل. لكن لا يا مصر
وما عدناش نحتفل تاني ب30/6. مش عايزين نفتكر اليوم ده تاني. وصل صوتك.